هل تقدر تقضي يوم واحد في القاهره ب $20 بس؟ بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس ويلا نكمل الفيديو. دلوقتي احنا لسه الصبح فلازم نبدا اليوم بالفطار، فدلوقتي هندخل نجيب الفطار. احنا مش هنفطر حاجات كتير، احنا هنفطر واحد فول واحد طعميه. هندخل دلوقتي نجيب الفطار ونفطر ونقول لكم اتكلف كام. طبعا اللي مش عارف احنا هنجيب فطار منين، احنا هنجيب فطار من عند عم بشندي. عم بشندي من اشهر الناس اللي في مدينه نصر، بيعملوا فول وطعميه وخاصه الفول، فانا بحب كمان الطعميه بتاعته جدا جدا جدا. فتعالوا نجيب الفطار ونكمل. عم بشندي اهو، ده فرع اسراج مول، رايح ياكل من البشندي اهو. فده فرع اسراج مول، واعتقد ان هو ما شاء الله زحمه يعني. والله انا اصلا للاسف ممكن اكسل وامشي، بس لا هنكمل. دلوقتي بنطلب بس يا ترى هياخد قد ايه في الاوردر بقى؟ ده اللي احنا مش عارفينه وده اللي هنشوفه دلوقتي. مساء الخير، ايه الاخبار؟ عايز واحد فول واحد طعميه بس حبيبي. كام كده؟ عايز طحينه زياده كمان. كام كده؟ 23. اتفضل كده 23، يعني السندوتش ب 13. هو بصراحه الحاجه المبشره ان هم بيخلصوا الناس بدري يعني، هم بصراحه صراع في الحته دي، فنشوف. انا دلوقتي طالبين بالنا دقيقتين تقريبا او حاجه، فما نشوف. ما كملناش تقريبا 3 4 دقائق وخدنا الاوردر. تعالوا ايه ناكل ونشوف الكلام عليه. بصوا بقى ايه، بيدي لك سندوتشات في ورق زي ده كده، بيدي لك السندوتشين مع بعض تمام. انا بس عايز اجرب الطعميه لان انا بصراحه الطعميه بتاعته بحبها جدا، وانا بصراحه قايل له يزود ايه طحينه. بصوا يا جماعه شكل السندوتش، بصوا السندوتش بيكون اصلا مليان، وده والله مش اهم حاجه ان هو ما بيحطش في الطعميه طماطم، لان انا ما بحبش الطماطم بصراحه. جامد. جربنا الطعميه، نجرب الفول. بسم الله. حلاوه الفول بتاع بشندي، الفول الليمون بتاعه كتير، وانا بحب الليمون جدا، انا بحب الحاجه الحامضه، ف حلو بصراحه. الليمون بتاعه حلو قوي. فكده الفطار 26 جنيه. تعالوا نكمل اليوم نشوف مقبلناه. وهنا حصلت المشكله الكبيره، الا وهي امبارح كنت قاعد بعمل اديت للفيديو بعد ما خلصت 90% منه، وللاسف حصل مشكله عندي في الاستورج، وانا ما كنتش عامل باك اب للفوتج اللي انا مصورها. ولسوء الحظ معايا حصل مشكله في الاستورج، واضطريت ان انا امسح حاجات ومسحت فيديوهات من الفوتج اللي المفروض اصلا انا حاططها في الفيديو. طبعا رجعت للابلكيشن قال لي الفيديوهات دي مش موجوده، ولسوء حظي الاكتر واكتر ما لقيتهاش في التراش، فعشان كده انا مضطر ان انا اعمل الحاجات دي تصوير من الاستوديو من غير الاكل. بس هنزل لكم طبعا صور الاكل والحاجات اللي انا اكلتها. انا في الفيديو ده اتغديت سوشي، والسوشي ده كان بصراحه طعمه مش ولا بد، بس كان على قد سعره. كان 50 بيس ب 425. وعايز اقول لكم ان انا مدمن سوشي، انا بعشق حاجه اسمها سوشي. بس انا عندي سؤال واحد، انت ليه لحد دلوقتي ما عملتش سبسكرايب؟ انزل دلوقتي واعمل سبسكرايب، واهم حاجه تفعل زر الجرس. ودلوقتي جه ميعاد العشاء. هنتعشى. انا بصراحه نفسي اتعشى كده ايه، اكل سوري. فدلوقتي هنطلع على مطعم اسمه بروكار ده انا عرفته من التجمع، كان في التجمع وجربته مره بصراحه كان حلو جدا، ففتح في مدينه نصر. فتعالوا نروح نجربه ونشوف هل هيكون اوت اوف ذا بادجت ولا ان ذا بادجت. فتعالوا نروح ونشوف. بروكار ده زي ما قلت لكم المطعم اللي انا بحبها السوريه، في شويه مطاعم كتير بحبها، وعايز اقول لكم برده تاني ان ده مش اعلان لاي مطعم في الفيديو. طبعا انا عايز اعرفكم بس الاول ايه بكر العرايشي. حبيبي امتى عايزين نتقابل؟ امتى؟ العيد الصغير فعلا، العيد الصغير بقى عايزين نتقابل، ما بنتقابلش مش عارف ليه. للاسف حظنا وحش عشان تقريبا في حاجه في السنترال بتاع رمسيس حاجه كده، فمش عارفين نعمل سكان للمنيو عشان مفيش سيجنال، فهنضطر ان احنا نجيب المنيو. هم حاطين بصراحه المنيو هنا حاجه حلوه يعني، فهنجيب المنيو ونشوف انا اكل ايه. انا بصراحه عايز اكل فراخ مشويه، فتعالوا نختار ونجيب. بصوا احنا عايزين ايه نجيب السعر حسب الاختيار. نص فرخه مع رز بسمتي ب 225 ومن غير 210. هنجيب اللي هي ب 225 مع رز بسمتي لان انا بعشق الرز البسمتي. ماشي. بقول لك ايه، قول. اللي هي الشوايه صح؟ الشوايه بيجي معاه رز تمام؟ انا هجيب على الفحم. بس هو الشوايه جميله عنده، لو حبيت تجرب الشوايه. انا عايز الفحم، عايز اجرب الفحم. طب ماشي. عايز رز بطاطس معاه. خلينا البطاطس اللي هي مدوره دي مش الصوابع. ماشي. شوف بقى دي ميزه ان انت يكون معاك واحد سوري اصلا في مطعم سوري فيظبطك بقى. انا عايز على الفحم. قد ايه؟
ساعه بالكتير. لا بالله عليك ما تهزرش، ورانا حاجات تانية. طب ماشي، تلت ساعه بتفطر كويس؟ طب ما تعرفش تظبطوا لنا اكتر من كده؟ انا ورايا تصوير تاني والله. ماشي ماشي اوكي اوكي. حاجه ثانيه، اجيب حاجه ثانيه؟ انا عايز نص فرخه مشويه تمام، على الفحم مع رز بس تمام. ورز بطاطس. بص عايز شاورما؟ ايه؟ نجيب شاورما؟ شاورما؟ انا مش عايز شاورما، لا. اشتغل. حاجه حصلت النهارده، موضوع السيجنال ده مأثر على ان انا ادفع بالفيزا، فانا من دلوقتي مش عارف حتى اعرف اسحب من الاي تي ام ولا لا. فلولا ان اصلا بكره معاه كاش كناش عرفنا نحاسب. المشكله كلها عندنا مش في انتظار الشاورما، المشكله عندنا في انتظار الفراخ بتاعتي انا مش بتاعت بكر جايب شاورما، فمستنينا الشاورما كده كده خلصانه، بس مستنينا سايبينها لحد ما ناخد ايه الفراخ بتاعتي. تعالوا نشوف اخبار الفراخ ايه، جهزت ولا لا؟ ايه جهزت؟ لسه فاضلت ايه؟ 10 دقايق لسه فاضل 10 دقايق. انا متاكد 100% من اللي انا هقوله ده، السوريين احسن ناس يضيفوا الجست اللي عندهم او الكلاينت او الزبون او بصوا يعني مش عشان التصوير. انا لما بروح مثلا والله بجد، انا لما بروح مثلا اكل لوحدي او حاجه اقول له مثلا سقوا لدى، سقوا لدى يقولوها لاي واحد بتاع شاورما، معلم شاورما. سقوا لدى ده هيسقسقها في هم السوريين بيقولوا سقسقها في الصوص بتاع الشاورما وبيلدها من على السيخ، بتبقى طعمها تحفه. ويا سلام بقى لو عمل لك عليها طربوش، ده اسمه طربوش. فكل الكلام ده انا عرفته منين؟ كل الكلام ده انا عرفته لان انا كنت معاشر السوريين حوالي 4-5 سنين واصحابي، واشتغلت مع ناس سوريين كتير قوي قوي قوي، لدرجه ان انا في فتره اصلا كنت بعرف اتكلم سوري، ولحد دلوقتي الحمد لله شويه يعني. بس في حاجات كتير 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 عن سوريا انا عارفها والكلام ده كله. ان شاء الله ان شاء الله الحاجات دي تفضل موجوده لحد ما نزور سوريا ان شاء الله قريب باذن الله. الاوردر لحد دلوقتي هو احنا واخدين الاوردر الساعه كام؟ واخدين الاوردر الساعه 11 الا دقيقه، قال لنا بالظبط 20 دقيقه، يعني المفروض 11 و19. دلوقتي الساعه 11 و17 دقيقه، يعني المفروض فاضل دقيقتين، فهنشوف. مش هنستعجل مش هنستعجل. المشكله ان احنا عندنا حاجات تانية بعد كده، رايحين اماكن تانية، رايحين نصور حاجات تانية. خليكم معانا. بالظبط استلمنا الاكل بالظبط في الميعاد اللي قاله 20 دقيقه. عايزين نشرب حاجه مع الاكل يعني، فجينا بقى ايه سموزي بارادايس، نشرب حاجه كده ايه سريع. احنا ماشيين عشان رايحين دلوقتي السينما ومتاخرين، يعني المفروض السينما الفيلم يبدا 12 وربع، الساعه دلوقتي 12 ودقيقه. ان شاء الله ان شاء الله السينما تكون شغاله، لان انا حاسس ان هي مش شغاله النهارده، بس ان شاء الله تكون شغاله. خليكم معانا وانا هاكل واحنا في الطريق. وصلنا للسينما، السينما طبعا قافله، متاخرين طبعا. احنا دلوقتي 12 وربع والفيلم بيبدا 12 وربع، لسه هنسحب فلوس عشان تقريبا مفيش دفع بالفيزا في السينما دي، مش عارفين هنعمل ايه بصراحه. للاسف جينا السينما ومفيش شبكه نبعت انستا باي، معناش كاش، وعايزين نسحب من الاي تي ام، مفيش فلوس في الاي تي ام، او تقريبا الاي تي ام فيها مشكله عشان السيجنال، وعايزين نبعت لحد انستا باي ويدينا كاش، ومفيش اصلا، ما بيفتح، مفيش موبايل داتا ان احنا نفتح منه، مفيش سيجنال اصلا. حتى المكن البي او اس اللي عند الناس اللي احنا ندفع عندهم ناخد تيكت برضه مش شغال عشان مفيش سيجنال، فشكلنا كده مش هنحضر الحفله. حابب انوه عليكم ان الفيديو ده متصور من ايام حريقه سنترال رمسيس، يعني بقاله اكتر من اسبوعين او 3 اسابيع، فالفيديو ده اصلا كان متصور على كذا يوم. للاسف عشان موضوع الشبكه اللي جه حل علينا انا ما كنتش عامل حسابه للاسف، فهنعمل ايه؟ هنعمل بوز هنا للفيديو وهنكمل بكره، وهنكمل اكننا في نفس اليوم عادي مفيش مشاكل. فللاسف هنكمل بكره اللي هو بالنسبه لكم دلوقتي وده اليوم الثاني من التحدي. دلوقتي احنا كنا امبارح عايزين نروح السينما، وللاسف كان في مشكله السيجنال ومش عارفين نسحب فلوس والكلام ده كله. دلوقتي ان شاء الله هنروح السينما ومعانا كاش الحمد لله باذن الله، بس نلحق. دلوقتي الساعه كام؟ 12 وربع، واحنا دلوقتي الفيلم بيبدا المفروض 12 وربع، بس بيبدا الفيلم نفسه 12 ونص، يعني الحجز من 12 وربع، واحنا دلوقتي في عباس والسينما في شيراتون، فان شاء الله هنلحق يعني، باذن الله نلحق. وصلنا بس لسه هنجيب حاجه من الاول من الكشك عشان ندخل السينما مره واحده. فاضل دقيقتين اصلا، الموضوع كله في كده. نشرب ايه نشرب ايه نشرب ايه؟ انا هاخد فيروز. نجيب الحاجه وهكمل لكم.
غالبا احنا كده متاخرين حوالي 5 دقايق على الفيلم، بس مش مشكله حتى لو 5 دقايق. اوكي مفيش مشاكل، بس نلاقي تيكت كده. السينما فاضيه بس نلاقي تيكت. وبعد ما دخلنا السينما اللي كان سعر التيكت فيها 75 جنيه، وفي البريك بتاع السينما جبنا فشار اللي كان ثمنه 75 جنيه. خلصنا الفيلم وللاسف الفيلم ما كانش افضل حاجه يعني. هو كان في حاجات بتضحك الصراحه يعني، كان فيلم احمد واحمد وكده. يبقى اليوم خلص وكده مفيش اي اكتيفيتي نعمله. فطرنا واتغدينا واتعشينا وكلنا حاجه في النص وشربنا حاجه ودخلنا سينما وكلنا فشار. اعتقد كده خروجه حلوه يعني في اليوم ده، وانت هتقضي كل اليوم بتاعك بره البيت. ففي اخر الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناه عشان عايزين نوصل 5000 سبسكرايبر قريب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وده اهم حاجه.